النهارده انا هقول لك حاجه عشان تبقى عارف مين ممثل بدرجة رجل أعمال شارك في أعمال فنية كبيرة مع أشهر النجوم لتقلوا وسطهم وبيتعملوا ألف حساب وطلته مختلفة. إسماعيل دولار يعني الحراسات الخاصة، في الجدعنة معلم، وفي الكلام حكيم وكلمته مسموعة، وراه جيش من رجالته شغالين معاه، بس وراه جيش من الجمهور بيحبوه وعارفين ان افندينا واحد بس. مين اسماعيل دولار وازاي بقى من اشهر المنتجين الفنيين في المجال وليه الكل بيحبه كده؟ تعالوا نعرف كل التفاصيل في الفيديو ده. بنفسنا ومحدش عارف ينافسنا، وافتكر اسمي علشان ما تبقاش خصمي، هنفضل أبطالها ومش هنبطلها، أفندينا واحد بس. دي الكلمات اللي بيقولها دايما المعلم إسماعيل دولار ومشهور بيها، ومفيش حد من جمهوره مش حافظ طريقته وعارف كلامه ده. إسماعيل دولار بيظهر في كل فيديوهاته على السوشيال ميديا من مكتبه، وليه كمان دخلة مختلفة بضحكة مشهور بيها، بيقول كلام كله حكم وده من خبرته في الحياة والمواقف اللي مر بيها، جمل طالعة منه تلقائية جدا وكأنه محضرها وعلشان صادقة وحقيقية بتوصل للجمهور. المعلم اسماعيل صعيدي وبيحب طوب الارض، ما بقاش بالشهره دي ولا بالتقل ده، وعمل اسم لنفسه في المجال بسهوله ولا في غمضه عين. هو اسمه الحقيقي اسماعيل ابراهيم وشهير باسماعيل دولار الجلاد، مواليد 6 يونيو 1981. بيشتغل ممثل ولكن دي مش شغلانته الاساسيه، هو اتخرج من كليه تربيه رياضيه جامعه القاهره. اسماعيل دولار هو صاحب شركه دولار للحراسات الخاصه والانتاج الفني، ودي من اكبر شركات الحراسات الخاصه في مصر، شغال فيها اعداد كبيره جدا، وعلشان رجالته يسدوا عين الشمس ورقبتهم سداده اسمه وسمعته في السوق وعلاقته بالمشاهير كبيرة جدا، وبياخد مسلسلات من بابها كده، بيتعاقد مع منتجين الأعمال الكبيرة وبيوفر ليهم جاردات ومجاميع وحراسات لتأمين المسلسلات، وده برعاية شركة دولار للإنتاج والتوزيع السينمائي والحراسات الخاصة. ده غير إنه ممثل أصلا وبيشارك في مسلسلات زي هجمة مرتدة، موسى، نسل الأغراب، والسيدة الأولى، ومسلسل النمر، وظل راجل، والملك أحمس، الأب الروحي، والاختيار رقم واحد، وراس الغول، وكلبش واحد واثنين، واللمسة أكتاف، والبرنس، وجري عرض، وكمان جمال الحريم، الدايرة، ضربة معلم. بيشتغل بشكل أساسي مع تامر مرسي، وعلشان كده بيقول عنه كبير العيلة وبابا المجال. هو صاحبه جدا، ومن كتر اندماجه في المجال الفني بقوا الفنانين والمنتجين أصدقاء وقريبين منه جدا. لما 4 منتجين رحلوا الأيام اللي فاتت زعل عليهم جدا، ونشر صور ليه معاهم وقال إخواتي ألف رحمة ونور عليهم. أفندينا وصل اللي هو فيه ده ببركة دعاء أمه ليه، ماشي في حياته بالأصول والجدعنة وخدم جدا، ومفيش حد يقصده في مشكلة أو أزمة إلا ويسد فيها ويحلها. صدق اللي قال عنه معلم معلمين مصر، زعيم امبابة، كل الأماكن الشعبية بيتعمل له ألف حساب، مش خوف منه ولكن احترام وحب ليه، إنه بيحترم الكبير والصغير، والجمهور كلهم إخواته وحبايبه. علشان هو عامل الواجب مع الكل في فرح ابنه أحمد، جاله كل مشاهير ومعلمين مصر، والدعوة كانت عامة لكل حبايبه اللي يعرفهم اللي ما يعرفهمش، وكل الفنانين والمشاهير صوروا فيديوهات ونشرها دولار على حسابه وبيهنوه فيها. ورغم إن كتير من المشاهير بيعلنوا عن ميعاد بس والمكان بيكون للمعازيم، ولكن علشان هو عارف ان فرحته مش هتكمل غير وسط عزوته من الجمهور، ما كانش عنده مانع ان المكان يتعرف كمان ويتقال ان اتعمل في امبابة. اسماعيل دولار مشهور على ارض الواقع وعلى السوشيال ميديا كمان، وفيديوهاته على التيك توك بتحقق ملايين المشاهدات.